البنت اللي انتوا شايفينها قدامكوا دي عرضت حياتها للخطر. في يوم البنت دي كانت ماشية في الشارع وخربشتها قطة. قالت عادي، ده خربشة قطة، مش معقول ان هي يعني هتأذيني، وما جابتش سيرة لأهلها خالص. وروحت البيت، لكن بعديها بدأ ان هي يجيلها ألم في العظم، ألم في الظهر، سخونية، أعراض كده غريبة، وبدأت ان هي تقفل على نفسها، وكمان الأعراض زادت، وجالها خوف وفوبيا من المية، بتكره المية، بتكره حتى سيرة المية، رفضت ان المية حتى تلمس جسمها. وبعديها البنت توفت عشان اهلها يكتشفوا بعديها ان هي كان عندها سعار، وما قالتش وما اتكلمتش. ولو كانت البنت اتكلمت كانوا اكيد اهلها لحقوها وودوها المستشفى، خدت التطعيم، كان اكيد في اجراء هيتم، لكن البنت سكتت. اقول لكم كمان حاجة حصلت مع واحدة قريبتي. الست دي كانت عاشقة للقطط، وكان عندها اكتر من قطة. وفي يوم وهي ماشية في الشقة عادي النور قطع، بس القطط حصلت لها حاجة غريبة، وهجمت عليها وخربشتها وبهدلت جسمها كله، واهلها خدوها وجريوا بيها على المستشفى، وخدت تطعيمات، اتبهدلت حقن. هتقولوا لي ازاي وقطط ومربياها، والقطط مربياها بقالها سنين، ازاي القطط تعمل كده؟ هقول لكم معرفش، بس القطط معروف عنها ان هي غدارة، مش زي طبعا تربية الكلاب. تستهونوش بخربشة القطط، ولازم القطط او الكلاب تاخد التطعيمات بتاعتها في ميعادها المظبوط، واي خربشة لازم تروحوا المستشفى وتطمنوا على نفسكم.